بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الإشكالات الثلاثة وذكرنا أن هذه الإشكالات غير واردة، والإشكال الأخير هو أن أدلة استحباب الحج مطلقة، وبإطلاقها تشمل حج السبيل إذا أحرم وهو سبي ثم بلغ، يشمل ذلك أيضا. فإذا كانت تشمل هذا الحج فعندئذ يجوز للسبي ولو بلغ استمرار الحج الاستحبابي، ولا تنتقل وظيفته إلى الحجة الإسلامية رغم تمكنه منها. فإن إطلاق أدلة استحباب الحج فإنها تشمل بإطلاقها مثل هذا الحج، حج المندوب والمستحب، كإذا أحرم هو سبي ثم بلغ، سواء جاء بأعمال العمرة ثم بلغ أو لم يأتي بها، فهو مشمول لإطلاقات أدلة استحباب الحج، فله أن يتم هذا الحج بعنوان المندوب وبعنوان الاستحباب، ولا تنتقل وظيفته إلى الحج الواجب وهو حجة الإسلام. وهنا إشكال رابع، وهو أن إطلاق هذه الأدلة أي أدلة استحباب الحج إطلاقها مبني على أن يكون حج المستحب حقيقة أخرى غير حجة الإسلام. حجة الإسلام حقيقة وحج المستحب حقيقة أخرى، هما حقيقتان متباينتان، فعندئذ يمكن استمرار الاستحباب بالترتب. فإنه إذا أحرم فهذا الإحرام إحرام الحج المستحب، والاستمرار في الاستحباب منوط بترك حجة الإسلام، فإن وظيفته حجة الإسلام لأنه متمكن منها، ولكن إذا استمر في تركها فالاستحباب مشروط بترك حجة الإسلام، فإذا ترك حجة الإسلام فالحج مستحب لهذا السبي الذي بلغ بعد الإحرام، فاستحباب هذا الحج مشروط بترك حجة الإسلام وعصيانها بنحو الترتب، فعندئذ لا مانع من الالتزام باستحباب الحج باستحباب هذا الحج. وقد أجيب عن ذلك تارة بأنه ليس هنا حقيقتان متباينتان، الحج المستحب حقيقة والحج الإسلام حقيقة أخرى،
وهما متباينتان حتى يمكن الالتزام بالترتب بينهما فلا دليل على ذلك على التعدد. فإن الظاهر أن حجة الإسلام وحج المستحب حقيقة واحدة، غاية الأمر أنها واجبة وتلك مستحبة حقيقة واحدة، وليس هنا حقيقتان. وهذه الحقيقة متعلقة للوجوب ومتعلقة للاستحباب، ولا مانع من الالتزام بذلك، من الالتزام بأن الحج المستحب وحجة الإسلام حقيقة واحدة. غاية الأمر أن حجة الإسلام واجبة بنحو صرف الوجود مرة واحدة في تمام عمر الإنسان. وأما حج المستحب فهو مستحب في كل عام فهو مستحب. هذا نذير ما إذا قال المولى أكرم عالما، فإن مفاد هذا القول مفاده إكرام صرف وجود العالم. أكرم عالما، ثم قال المولى يستحب إكرام كل عالم. وعلى هذا فإذا أكرم عالما فقد اجتمع فيه الأمران، الأمر الوجوبي والأمر الندبي، باعتبار أنه يستحب إكرام كل عالم وهو ينطبق عليه، وكذلك أكرم عالما لم ينطبق عليه فهو متعلق للأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي معا، ولا مانع من ذلك بأن يكون هذا الحج الذي أحرم السبيل ثم بلغ متعلق للوجوب والاستحباب معا. ثم ذكر أنه بناء على تعدد حج الواجب حجة الإسلام عن حج المستحب، وهما حقيقتان متباينتان كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في ضمن المسائل الآتية. فعلى هذا فلا مانع من بقاء الاستحباب مترتبا على ترك حجة الإسلام، لا مانع من الالتزام بالترتب وبقاء الاستحباب الحج إلى آخره مترتبا على عدم الاتيان بالحجة الإسلام بنحو الترتب، وسيأتي الكلام في ذلك. أما جواب الأول فهو غير صحيح، فإن الوجوب والاستحباب لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد يكون مستحبا ويكون واجبا.
فإنهما لا يجتمعان، كما أن الحرمة مع الوجوب لا يجتمعان في شيء واحد وفي فعل واحد، كذلك الوجوب والاستحباب. فإن الاستحباب بحده لا يمكن أن يتعلق بما تعلق به الوجوب بحده، فإن الاستحباب أمر اعتباري وكذلك الوجوب أمر اعتباري. فإن الأحكام الشرعية جميعا أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، إذ لا يعقل أن يكون الحكم الشرعي موجودا في الخارج، وإلا لزم أن يكون الحكم الشرعي موجودا خارجيا، وهذا خلف فرض أنه أمر اعتباري. فالشارع في مقام التشريع والجعل اعتبر وجوب هذا الشيء ويعتبر استحبابه، ولا يمكن للشارع أن يعتبر وجوبه واستحبابه معا، فإن الحكم في مرتبة الجعل مجرد اعتبار، وفي مرتبة الفعلية عبارة عن فعلية موضوع هذا الحكم المجهول. فإذا وجد موضوعه في الخارج فالحكم فعلي، وليس معنى ذلك أن الحكم موجود في الخارج. الحكم يستحيل أن يوجد في الخارج، وإلا لزم خلف فرض أنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وليس أمرا خارجيا، وإلا لزم الخلف. والمراد من فعلية الحكم فعلية تحريكه، فإن وجوب الصلاة إنما يصير فعليا إذا دخل الوقت فموضوع الوجوب فعلي، فوجوب الصلاة فعلي، ومعنى فعلية وجوب الصلاة ليس وجوده في الخارج، وإلا لازمه أن يكون الوجوب أمرا خارجيا، وهذا خلف فرض أنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج. فالمراد من فعلية وجوب الصلاة فعلية تحريكه للمكلفة نحو الإتيان بالصلاة ونحو امتثالها، فإن الوقت إذا دخل فيكون وجوب الصلاة محركا للمكلفة ويدعوه إلى الإتيان بالصلاة. فإذا معنى فعلية الحكم فعلية تحريكه للمكلف داعويته للمكلف، وعلى هذا فلا يعقل أن يكون هنا داعيان ومحركان، محرك بدرجة الاستحباب ومحرك بدرجة الوجوب لشيء واحد لا يمكن اجتماعهما. فعندئذ ما ذكر في هذا المثال من أنه إذا أكرم عالما فقد اجتمع فيه الأمران، الأمر الندبي والأمر الوجوبي، لا يرجع إلى معنى محصل. أما أن الحج المستحب الحج وجوه حجة الإسلام حقيقتان متباينتان كما ذكره السيد الأستاذ
في المسألة التي سوف يأتي الكلام فيها نتكلم هناك، بقي هنا شيء نتكلم.